النهارده بقى يوم السندوتشات عندي. وانا طبعا مش شكر في نفسي، يعني عايزه اقول لكم اخترعت اختراع النهارده. عملت سندوتشات بطريقه جديده وفي 10 دقايق. ايه ده قلبوا ده عامله لنا شاورما. اوعي تقلبي. انا عامله النهارده سندوتشات جديده بطريقه جديده خالص خالص، هتعجبك جدا جدا. وكمان لو ولادك مش بياكلوها هيدمنوها. عايزه اقول لك خطيره. بصي الشكل ده لوحده شكل، والطعم خطير. اوعي تقلبي الفيديو. كمان عاملينها بتركايه، يعني عايزه اقول لك سر خطير هينقل طعمها 180 درجه. يعني امسحي اي طريقه ممكن تكوني بتعمليها بيها. جربي الطريقه بتاعت اختك نرمين دي، خطيره حلوه جدا جدا وهتعجبك قوي قوي. بس نصيحة مني يعني، اعملي كتير، لان مهما تعملي هتتنسف. وانت يا عيني ممكن ما تلحقيش تتغدي منها، لان ولادك ممكن يخلصوها بسرعة جدا. بصي خطيرة. يعني عايزة اقول لكم خطيرة دي كلمة قليلة. بصي يا ست الكل، اول حاجة معايا ربع كيلو من الكلاوي، ربع كيلو من القلب، ربع كيلو من الكبدة. طبعا الكميات تقدري تقلليها تقدري تزوديها براحتك خالص. انا جبتها وجمدتها في الفريزر شوية. بعد ما اتجمدت شويه عشان اعرف اقطعها، انا هعمل شاورما بالكبده. ما هو مش لازم لحمه او فراخ، لا نقدر نعمل شاورما بالكبده خطيره. عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا. اي حد هياكلها منك مستحيل ينسى طعمها من جمالها وحلاوتها. انا شخصيا من مدرسه مش بغسل اي حاجه، لا كبده ولا بغسل الكلاوي ولا القلب، وبالاخص لما بتبقى فريش. قطعتهم طبعا شرايح كده اهوت. زي الشاورما شرايح رفيعه كده علشان الحاجه تستوي. بعد ما قطعت الكميات كلها زي ما حضراتكم شايفين، قلب وكلاوي وكبده، طاسه كبيره على البوتاجاز هحط فيها ربع كوبايه من الزيت، معلقه سمنه كبيره، ودول فصين مستكه طحنتهم كده في الهون وحطيتهم. خطيره. ودوبتهم كده في الماده الدهنيه. نزلت بعد كده اديت القلب صدمه اهو. بصوا بقى احنا في تريكات مهمة جدا هنعملها. اديت القلب صدمة، بعد كده شوحته شوية وركنته فوق كده، عشان كده بقول لكم هاتوا طاسة كبيرة. ودي الكلاوي، رحت برضو مديها صدمة، وسعت كده القلب فوق على الطاسة واديته صدمة، وبعد كده اديته تشويح. معايا لتر مية مغلية بعد ما الكلاوي اتشوحت بالقلب كويس جدا. احنا مش حاطين اي اضافات لحد دلوقتي، نشوح كويس جدا. هنحط لتر من المية المغلية، لازم تكون مغلية علشان الحاجة ما تزفرش معاكي، ونغطي عليها ونسيبها بتستوي كأنك بتسلقي لحمة بالظبط. بعد ما استوت تماما، لو المية حتى نشفت تقدري تزودي مية مغلية. نزلت بالكبدة برضو، وسعت الحاجة على أجناب الصينية، علشان كده بقول لكم هاتوا حاجة كبيرة. ورحت بعد ما كله استوى الكبدة آخر حاجة نزلت بيها، برضو وسعت الحاجة ونزلت بالكبدة في النص. مكون بقى خطير خطير خطير. ربع معلقة من قهوة سريعة الذوبان. قهوة يا نرمين جربي. ربع معلقة من القهوة سريعة الذوبان، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، بابريكا، كمون. آه 3 4 5 فصوص توم كده مهروسين فريش وننزل بيهم. ومعلقة حلوة صغيرة بمعلقة الأكل كزبرة ناشفة خطيرة. ونقلب الكلام ده كله كويس. اوعي تحطي ملح دلوقتي. اي فلفل عندك في التلاجة تقدري تحطيه، بارد حامي الوان رومي اي نوع فلفل. هندي الكلام ده كله برضو، نوسع الكبدة وننزل بالفلفل في النص. معلقة هريسة حلوة احنا عاملينها وموجودة عند حضراتكم، عاملينها بمقادير خطيرة حلوة جدا. معلقة هريسة حلوة كده، لو موجودة مش موجودة خلاص. ونقوم نازلين بيها ومقلبين الكلام ده كله كويس. عايزة اقولك الموضوع ده مش هيكمل نص ساعة، يمكن على ما يعني ولادك يغيروا كده ويكون الاكل خلص. بعد كده بصلايه حلوه كبيره كده قطعتها شرايح رفيعه ونزلت بيها، برضو اديتها تشويح. اخر بقى حاجه، بعد بقى ما خلاص الكبده من الحاجات اللي مش بتاخد سوا، كانت خلاص كده داخله في مرحله السوا. ظبطي بقى ملحك على حسب رغبتك في الفتره دي في المرحله دي يعني. تمام. بعد كده دوقي بقى ملحك لقيتيها مظبوط اوكي. معانا حزمه بقدونس حلوه كده مغسوله ومتنشفه كويس جدا من الميه، اوعي يكون فيها ميه علشان ما تزفرش الكبده. وبعد كده معايا معلقتين طحينه خام من غير اي حاجه هنزل بيهم. احط معلقتين الطحينه واقلب. وبعد كده هقطع بقى حزمه البقدونس اللي مغسوله ومتنشفه كويس من الميه علشان الكبده بتاعتنا ما تزفرش. وعصره ليمونه بسيطه كده اخر حاجه.
وتقليبه، وبألف هنا وشفا خلصنا شاورما الكبده والكلاوي والقلب بطريقه سهله جدا. جربيها بأمانة الله، خطيره. طعيم طعيمه 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 طعمه طعامه. عايزه اقول لكم يعني انا خلصت الفيديو واكلنا، بس بقى انا بمنتجه بقى متاخر شويه يعني. انا شفت منظر الاكل وانا بمنتج جوعت، يعني خطيره تحفه. وتكت يعني الذره كده بتاعه القهوه سريعه الذوبان مستحيل تشمي ريحه زفار. اشوفكم في فيديو جديد على خير من قناتي على اليوتيوب بيت العيله اكلات نرمين. باي باي.